كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. صدق قولا كريم. الله يجزيك خير. الله نحمدك يا الله حمدا يوافي نعمك ومزيدك ونصلي ونسلم ونبارك على الحبيب المصطفى والرسول المرتضى اللهم صل عليه في الاولين وفي الاخرين وفي النبيين وفي الملائكه الاعلى الى يوم الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم وما فيه من الايات والذكر الحكيم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وشفاء اسقامنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا اليك والى جناتك جنات النعيم. به الحلل واسقنا به الظلل واسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك في جميع الحاضرين وبلغنا واياهم المقاصد فيما يرضيك يا اكرم الاكرمين. هذه الدار اللهم احفظ اهلها اجمعين وتولى امرهم بما تولى به عبادك الصالحين واجعل البركه فيهم وفي ذرياتهم وفي ارزاقهم وفي صحتهم
وفي عافيتهم وفي مدهم وصاعهم يا رب العالمين. اللهم اغنهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أنزل عليهم الرحمات والبركات، واكتب لنا ولهم التوفيق والصلاح والنجاح في أمر الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.